السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايباتي، أهلا بيكم في قناة ست البيت الشملولة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. يا صباح الفل يا صباح الهنا. هنبتدي النهاردة يومنا إن شاء الله بروتيننا الحلو كده. هنبتدي بفطار لذيذ وخفيف كده. عملنا بطاطس والفول اللي أنا مدمساه والجبنة والخضروات والبصل، الحاجات الحلوة دي والليمون اللي احنا مخليينه، ونحمد ربنا الحمد لله. قلت نفطر كده قبل ما انزل اشوف واشتري حاجات السوق، المشتريات بتاعت كل اسبوع. وعملنا شاي بلبن طبعا عشان نحبس كده، واللي عاوز شاي عملت له شاي. واروح السوق ونشوف هنجيب ايه. طبعا يا حبايبي جبت مشتريات الاسبوع اهو، طبعا هوريها لكم. ما شاء الله الحاجات جميله وزي الفل. لقيت استفندي كده رخيص وحلو ما شاء الله، عيالي بتحبه. جبت 3 ب10، جبت 6 كيلو ب20 جنيه، حلو جدا. وما شاء الله الخيار زي الفل. جبت الكيلو ب5. وجبت بسلة لقيتها ما شاء الله مليانة كده وحلوة. وجبت 2 كيلو عشان نفرزنهم مع بعض. وجبت الفلفل الحامي انا الهريسة قربت تخلص عندي. جبتها كان كيلو ونص ب10. جبت 3/4 ب5. والفلفل الكوبي لقيته ب15، جبت نص كيلو ب7.5. والفلفل الرومي ده طبعا كيلو ونص ب10، جبت برضو 3/4 ب5. ما شاء الله الأسعار يعني الحمد لله نحمد ربنا. والجزر جبت 2 كيلو ب5. وطبعا الطماطم الحمد لله ربنا هديها علينا اليومين دول. ال4 ب10. جبت ب20 جنيه عشان طبعا قلتلكوا كل ما هلاقي طماطم حلوة هجيب وفرزن منها. والبطاطس الجميلة دي جبت 3 كيلو ب5. وجبت لحمة الأسبوع طبعا. جبت عشان أعملها في وسط الأسبوع كده حتة لحمة لقيتها حلوة جبتها. على فكرة يا جماعة احنا هنا في بلدنا اللحمة ب110. وجبت البصل الأخضر وجبت الخضرة وجبت الشبت. ولقيت سمك حلو كده ما شاء الله، ما كانش كبير قوي بس جميل، كان تحفة، كان حلو قوي بعد ما اتغدينا بيه، كان حلو قوي. كان الكيلو ب22، جبت 2 كيلو. طبعا في مشتريات تانية برضو هوريها لكم ان شاء الله. كده نبتدي بقى ايه، نشوف كده حاجتنا، نغسل بقى خضارنا واجهزه، لان انا ما شاء الله النهارده صاحيه بدري وهخلص حاجتي بدري ان شاء الله، يعني زي الفل. يعني قدامي الوقت بدري خالص. يا حبايبي بنضف الخضره اهو. طبعا نضفت الخضره وغسلتها ونقعتها في ميه وخل. وهنقع برضو البصل كده معاها. غسلت الاستفندي بس طبعا اول ما جيت غسلته لقيته نصه اتاكل. وفصصت البسله وغسلت الجزر، وما شاء الله حضرت الطماطم اهو عشان هعين منها الجامده في التلاجة. وهشوف هفرزن الباقي. وانا يا حبايبي طبعا انتوا عارفين في بلدنا هنا في ناس بتربي طيور. عندها بيت بلدي جميل، جبت ب50 جنيه بيت بلدي. وجبت فول للتدميس، وكان ناقصني حبة توابل كده. كنت عاوزة سمسم، وكنت عاوزة فلفل وكمون وقرفة خشب وحبة البركة وكزبرة. الحمد لله جبت حبة حاجات كويسين. هنبتدي بقى نعمل غدانا ان شاء الله. بصي يا حبايبي هوريكم السمك نضفته قشطه ازاي. بس في حاجه كده بحبها اقولها لكل مره، معلش للسمك. بصوا يا حبايبي بغسله حلو جدا، وبس برضو منقعه في معلقتين ملح وفي ميه، والله العظيم بينزل حاجات كتير برضو تاني. فاعملي الحركه دي بتاعت النقع دي 10 دقايق بس هتشوفيه. هنا طبعا انا قليت السمك وعملت الرز، بعمل معاكم سلطه. بصوا يا حبايبي ما شاء الله اليومين دول تعملوا سلطه كتير وتحطوا فيها مكونات كتير كده، عشان احنا في احوج حاجه اليومين دول للفيتامينات وللمناعه. هنا حطيت خضره وحطيت بصل وطماطم وجزر وخيار وفلفل وليمون طبعا. اعملي طبق سلطه حلو كده جنب الاكل. يا حبايبي حضرت غدانا، وهنتغدى بقى ونشرب شاينا واريح شويه واقوم اشوف مطبخي عاوز ايه. طبعا المواعين قد كده في المطبخ مطرح الغدا. يا حبايبي والحمد لله ريحت شويه. قمت بقى اشوف ايه، اشوف مواعيني واشوف ارتب نفسي كده واقعد ايه، يعني ما فاضليش على المواعين وخلاص. بصوا يا حبايبي هنا طبعا احنا في الشتاء وعينين الكولمان ما نحتاجوش طبعا في الشتاء بعينه. الازاز دي بغسلها كده واملاها واحطها على الرخامه، اللي رايح واللي جاي اللي عاوز يشرب. بدأت طبعا ايه المواعين بيها. طبعا اول حاجه تغسل الازايز عشان ابعدها عن زفارة السمك خالص. الحمد لله ما فضل يعني المواعين دي بس اللي طالعه من الغدا، يعني انا كنت غاسله والحوض زي الفل. طبعا شفتوا وانا بغسل الخضار ما كانش عندي مواعين خالص. اليوم ما شاء الله ما بتصحي بدري كده
طبعا غير روتين الكسلانين، الروتين ما شاء الله تصحي بدري وتشوف حالك، تلاقي ما شاء الله الوقت كتير، تحسي انك انت يعني النهار طويل ما شاء الله كده. يعني انا كنا اتغدينا وخلصت اللي ورايا وكان العصر بيأذن كده، غسلناهم تمام. حبايبي بالله عليكم، اللي انا بس نفسي اتكلم في موضوع، اللي شاهد الفيديو شاهده لاخره ده. يعني انا عامله ايه 10 دقايق او 12 دقيقه فيديو روتين ما بيكملش كده، وساعات 8 دقايق ما بيتشافش على فكره الاخر. احنا حبايبي لازم نساعد بعض، لازم بجد نكبر بعض. يعني انا لما بدخل اي قناه بتفرج على الفيديو كله، ما تعمليش لايك وتجري حبيبتي، غلط عليا وعليكي القنوات. يعني مش حلو علينا الكلام ده، اللي بتحطي الكومنت وبتجري وبتفرجيش على حتى. يعني مش عارفه، انا بلاقي بعد 30 مشاهده ب 30 دقيقه، ازاي يعني؟ بنتي حبيبتي هنا جت كده وقالت لي انا هقول لهم حطوا لايك، حطوا بقى لايك عشان هنا. وبديت بقى اغسل المواعين طبعا بعد الازايز، طبعا بعدها كوبايات على طول. ما شاء الله مش هياخدوا معايا حاجه. روتين النهارده خفيف الحمد لله، برضو ده كله فارق معايا عشان انا صحيت بدري. اليوم الصراحه ما بصحى بدري بيفرق معايا جامد. حبيبتي قومي تشطري كده لو وراكي حاجه، لو وراكي اكل عاوزه تعمليه، لو وراكي حبه مواعين، لو وراكي اوضه عاوزه تتنضف، قومي تشجعوا كده. الروتينات دي بتشجع والله، جميله حلوه تحفه. يعني انا بحب اشجع كده والله، بدخل على اي قناه واتفرج على روتينات بتشجع واقوم اشوف اللي ورايا. احنا مش هنستسلم للسقعه يعني. كده نغسل طبعا حبه المواعين بتوعنا، وايه، وطبعا هظبط الحوض واظبط الرخامه حلو جدا عشان مكان ايه السمك ومكان. طول ما انت واقفه كده يا حبيبتي على الحوض او بتعملي اي شغلانه، سبحي كده، قولي ذكر، يعني سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، ولا حول ولا قوه الا بالله. ربنا ييسر لنا امورنا كده، اللهم امين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ده خلاص قربنا نخلص موعدنا الحمد لله. ما شاء الله النهارده كان يوم خفيف وحلو، ما حسيتش الحمد لله بتعب ولا حاجه. كان اليوم لذيذ، حتى كان عندي، بس بقى ما قدرتش، كان عندي غسيل بقى ما قدرتش اطلع انشره. قلت بقى لا اما هنشره اخر النهار لا اما هسيبه ايه لتاني يوم. نفسي بس حد يقول لي، نفسي اسال السؤال ده، مش عارفه بتعمله زيي ولا لأ. مش عارفه انا يعني، او معظم المصريات ليه دايما حاطين الصينيه عند الحنفيه؟ ليه مش عارفه. بس انا برضو هرجع احطها تاني لغايه ما تلاقوا لي اجابه على السؤال ده. كل ما اروح لحد او اشوف اي فيديو حاطين الصواني كده برضو زينا. يلا ربنا ييسر لنا الحال. بعد كده بقى نشوف اللي ورانا. كده انا خلصت، قربت اخلص وابتدي بقى انضف الحوض وانضف. هعمل معاكم الحوض ما شاء الله هعملها لكم بخلطة كده بملح ليمون، هيخلي الحوض زي الفل. طبعا انا حاطه الخلطه يا حبايبي، وريتها لكم قبل كده، خلطه الصابون اللي بعملها دي. بجيب صابون واعمل واحط عليه معلقتين كربوناتو وخل، ما شاء الله ويبقى زي الفل، وتحطيها في ازازه كده وتاخدي منها. يا حبايبي بقى انضف طبعا الرخامه، مطرح بقى زفاره السمك والاكل والحاجات دي اللي كلناها وخلصناها، وتنظيف الخضار. طبعا لازم بعد اخر اليوم بعد ما عملنا فيه ده كله لازم انضفه تنظيفه حلوه. بصوا حبايبي البتاعه دي جميله، المساحه الصغيره دي جميله، اكنها بتشفط الميه. ما شاء الله بتنضف الحوض وبتسحب الميه جميل قوي. يعني بعد ما بخلص بمسح الحوض الرخامه بيها، بحس انها الرخامه ناشفه. لو لقيتيها قصادي تجيبيها فعلا، اختراع حلو.
كده تمام. بوريها لكم اهي، جميله حلوه. مش عارفه ما كانت بكام، كانت ب10 جنيه ب9 جنيه حاجه كده، مش غاليه يعني. هنا معلقه ملح ليمون طبعا في الحوض، وما حطيتش غير معلقه برضو صابون كده عليها. وامسك بقى الحوض امرشه طبعا مطرح طول النهار، والمواعين والسمك والكلام ده لازم يتغسل غسله حلوه. وانا غسلت معاكم الخلاط بتاع الحنفيه، بصوا لونه هيفرق خالص. حبيبتي يلا قومي تشجعي كده ان كان وراكي حاجه. شوفي قومي خلصي مواعينك، خلصي حاجه وراكي في المطبخ، قومي خلصيها تشجعي كده. الروتينات دي احنا بنعملها نشجع بعضينا. وما شاء الله هوريهولكوا لونه عامل ازاي. هصبن العلبه دي بالمره طبعا. خلاص انا كده خلصت خلاص مواعين، يعني مش خلاص مواعين، ده اكيد هيتخانق مواعين تاني يعني. بس ايه كده خلصت مواعين الغدا خلصت. اكيد ما بي يعني الحوض ما بيقعدش نص ساعه فاضي. كده تمام. انا كده طمنت ان الحوض زي الفل والرخامه زي الفل. بصوا حبايبي هوريكم، بصوا بيلمع ازاي الملح الليمون عملوا قشطه ازاي. كده طلبوا اخر النهار، طلبوا حاجه حلوه. قمت عملت المهلبيه دي، المهلبيه الشوكولاته دي كنت جايباها من ماي واي. مش عارفه الكيس ده ب12 او ب13. وطلعت لبن من عندي، وحطيت حوالي 4 5 معالق كده. وحطيت السكر، ما خدتش 10 دقايق، وعلى النار وقلبناها. وما شاء الله اتمسكت وبقت زي الفل وغرفناها. وهوريها لكم دلوقتي. سهله يعني ما شاء الله، احلى حاجه. المهلبيه بتتعمل في ثواني. المهلبيه بتاعت ماي واي دي ما بتغيبش على البوتاجاز في ثانيه يعني. وبرضه اسمك عملت حاجه حلوه لولادك ودفتيهم، يعني احنا كلناها سخنه عشان تدفينا. حبيبي نقلتها على البوتاجاز اهو. طبعا هقلبها وما شاء الله على طول هتجمد معانا. وما حبيبتي كده تشجعي واعملي حاجة حلوة لعيالك. ما شاء الله جمدت معايا زي الفل اهي كلنا، والشوكولاتة كان طعمها جميل فيها. يا حبايبي روتين النهاردة كان سهل وجميل. وبصوا المهلبية بالشوكولاتة دي جميلة بتاعت ماي واي حلوة قوي. وحبايبي ما تنسونش في اللايك والاشتراك في القناة. يا رب روتين النهاردة كان عاجبكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.